لحم شهي. نعم، منذ مدة طويلة لم نأكل شرائح اللحم المشوي. وهذه فرصتي الآن لإظهار مهارتي في الطبخ. ماذا حدث لك يا زيدون؟ اعتقدت أنك قد أحببت أكل اللحم. أجل أبي، أنا أحب اللحم. أنا أحب اللحم لكن لا شهية لي. بالفعل لا أستطيع أن أري الاختبار لأي إنسان، يجب أن أخفيه. ماذا تفعل وحدك يا زيدون؟ زيدون! ماذا؟ لا تنظر إلي هكذا. اختبار سيء. زيدون، ما هذه العلامات؟ ماذا سأفعل؟ ما الأمر؟ فكرة. سنبل، هل تريد مني أن أشتري لك البوظة؟ طبعا، أحبك زيدون. شكرا لك زيدون لأنك اشتريت لي البوظة التي أحبها. والآن بدلا من شراء البوظة لك أريد منك معروفا. ماذا تريد؟ لا تخبر أحدا عن الفحص الذي رأيته، أبقيه سرا. سر، طبعا. شكرا. هاي زيدون، هل تريد أن تلعب كرة القدم؟ نعم، إلى اللقاء سنبل. كتب تعيد الذكريات بالتأكيد. هذا أول كتاب ساخر اشتريته. إنه غالي الثمن، ثمنه 30 دينارا. ماذا؟ زوجتي سوف تنزعج كثيرا، لكن يجب أن أشتريه. هل اعتمدت؟ سأشتريه. بابا. سنبل. شكرا على البوظة. مقابل شراء البوظة لك أريد منك أن تعمل معي معروفا. أريد منك. لا تقل، تريد مني أن أحتفظ بالسر بدل شرائك البوظة لي. هذا صحيح. لا تقل لزوجتي أنني قد اشتريت كتابا ثمينا. نعم، لن أقول. شكرا لك. ماذا حدث؟ ماذا؟ البوظة تذوب. علي أن أعود إلى البيت. لن أخبر أمي. إلى اللقاء. نعم نعم، أوافق يا عزيزتي، لما لا؟ أجل. ماذا تقولين؟ نعم، يجب أن يكون جميلا. حريق. ماما، لقد احترق الطعام. لا بأس، سنذهب غدا ونتسوق قليلا. ماما، لقد احترق الطعام وأصبح أسودا. والقدر احترق وأصبح أسودا. أو ماذا؟ اشتريته قبل قليل، يا إلهي. سأضعه هنا ولن يعرف أحد بالأمر. شكرا على البوظة. بالمناسبة أعرف. تريدينني أن أحتفظ بسر لك مقابل البوظة. أجل، ولكن كيف عرفت سنبل؟ هذا ما يقوله لي الجميع. ماذا؟ مرحبا أم زيدون. أهلا بك. هل تتسوقين؟ أجل، إني ذاهبة لشراء اللحم. وأنا كذلك يا عزيزتي. ابني سحتوت ينزعج كثيرا إذا لم يأكل اللحم كل ليلة. بوظتي ستذوب. يحب اللحم كثيرا. لقد تركت بوظتي على الطاولة في البيت. يجب أن أذهب. عزيزتي. لا، ذهبت. ما هذا؟ لا مكان. بوظتي أهم.
أحبها. وداعا وداعا. أنا جائع جدا. أنا جائعة جدا. حان وقت العودة للبيت. سأداري خطأي بحرق الوعاء وسأقوم بتحضير اللحم المشوي اللذيذ. ها أنا بالبيت. ها زيدون. مرحبا أبي. اخرج من هنا. ما حدث؟ انتظر. سرق اللحم. لقد وضعت قطعة اللحم هذه في الثلاجة قبل أن أغادر. من الذي أخرجها؟ لن نأكل، أنا لا أدري. زيدون، أنت فعلتها. لا يا أمي. أنت سنبل؟ أن لا أعتقد أن سنبل يفعل هذا. إذا من الذي فعلها؟ لست أنا. حسنا، لا أدري من فعلها. ولا أنا. آسف، أنا الذي أخرج قطعة اللحم. آسف. سنبل، لماذا؟ أردت أن لا تذوب البوصة التي اشتراها لي الجميع. سنبل، أنت هذا مفاجئ. لم أكن أعرف أن ذلك الشيء هو قطعة لحم. أنا آسف. سنبل. لا بأس لا بأس. جميعنا قد أخطأ. سوف تتصلح الأمور إذا اعتذرنا عن خطأنا. أنت على حق، أنت على حق سنبل. لقد فقدنا قطعة اللحم، ولكنني سأجهز شيئا آخر لكم. اطمئنوا. بوصة؟ ألا تريد أن تأكل بوضتك اللذيذة يا سنبل؟ طبعا.